خد بالك وانت بتصلي الفجر ما تصليش كده وخلاص، لا صلي زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصلي سنة الفجر اللي هم الركعتين اللي انت بتصليهم قبل صلاة الفجر. خد بالك سيدنا محمد قال ان ركعتين سنة الفجر دول خير من الدنيا وما فيها. انت متخيل ان ركعتين بس اللي انت تصليهم دول عند ربنا سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها. فوانت بتيجي تصلي ركعتين سنة الفجر دول صلي زي سيدنا محمد. سيدنا محمد كان بيقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، والركعة الثانية كان بيقرأ سورة الإخلاص اللي هي سورة قل هو الله أحد. عود نفسك لما تيجي تصلي الفجر صلي سنة الفجر واقرأ زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في سنة الفجر. سيدنا محمد لما كان بيصلي الفجر ما كانش بيقوم كده يمشي على طول، لا كان بيقعد نفس القعده اللي هي بتاعت قعده التشهد دي، وكان بيقول الذكر ده اللي هو ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل